السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حطوا لايك للفيديو كده واعملوا لي متابعة لو اول مرة تشوفوني. النهاردة بقى هنعمله حلة كشري، اكلة الحلة الواحدة، اكلة اخر الشهر، اكلة المفلسين، اكلة الناس اللي عايزة اكلة سريعة، اي حاجة ايا كان، يعني هي ليها كذا اسم بس انا بسميها اكلة الحلة الواحدة. ماشي؟ عشان ايه؟ بتنجز شوية في المواعين. تمام. إيه، انا بنات بعمل الاكل، بعمل الاكل اللي زي كده على مره واحده، اللي هو الكشري مثلا بعمل على مره واحده، اللي هو احنا لو هنتغدى وكده، فاللي هو كل واحد هياخد طبق هيتغدى بس كده تمام، مش هيتبقى تاني في الحله، فاهمين؟ بس فكنت عايزه اقول لكم يا بنات على حاجه. النهارده في قريه كده جنبينا اسمها الحواويش. تمام. إيه، النهارده عروسه اتجوزت فيها، جايبين لها شبكه فضه. تمام. طب يعني انا ماشي معاكم في حوار، الغوا الشبكة، الغوا المهر، الغوا. تمام، هنلغي العروسة شوية لقدام. المهم يعني ما علينا. ابسط الحقوق يا بنات، يعني ابسط حقوق الست، هي بتعمل قايمة. ماشي. ملهاش لازمة، يعني خلينا نقوله هي ملهاش لازمة. ماشي. بتتمرمط وبتصرف قد تمنها تاني عشان تعرف تاخدها لو لا قدر الله حصل اي حاجة. ماشي. طب دلوقتي ابسط حقوقها يا بنات اللي هي حتة الشبكة، اللي هو بتكون اصلا دبلة وخاتم، يعني مش اللي هي زمان كانوا هنا في الصعيد كانوا بيجيبوا بال50 جرام وال60 جرام وال100 كمان. دلوقتي مفيش الكلام ده. تمام. فابسط الحقوق اللي هي حتة دبلة وحتة خاتم 5 جرام ولا 3 جرام ولا حتى جرامين، حتى انت مش قادر تجيبهم. طب عايز تفتح بيت ازاي؟ ماشي. طب مثلا احنا عندنا هنا يا بنات في عاداتنا بيقولوا بيجيبوا خاتم ذهب لأم العروسة. أم العريس بيجيبوا لها خاتم ذهب. في بعض العائلات بيجيبوا لها جهاز كهرباء، اللي هو مثلا تلاجة، غسالة، بوتاجاز، ايا كان هي بقى محتاجة ايه. مش خلاط بقى ولا كيتشن ماشين ولا الكلام ده، لا، حاجة كبيرة تعدي 10 15 ألف، فاهمين؟ لازم. آه، لا إله إلا الله. في حاجة برضو اسمها عشاء أم العريس. تمام. عشاء أم العريس ده بيكون برضو بمبلغ وقدره، يعني مثلا بيكون حوالي 20 جوز حمام، 3 4 بطات، في ناس بتودي خروف. تمام. في ناس بتودي ربع عاجل. ف طب ليه ما تكلموش ان هم يلغوا الحاجات دي؟ يعني ليه دايما الكلام على ان هم ايه؟ يعني يلغوا الحاجة اللي هي حقها هي، فاهمين؟ اللي هو لا، الغوا القايمة ويجهزوا على كد. طب ماشي، حاضر، احنا نلغي القايمة وهي تاخد مهرها وهو يجهز بيته والدنيا تمام ويتجوز وكل حاجة زي الفل. يقول لك لا، يجهزوا مع بعض بس ما يكتبوش قايمة. طب انا دلوقتي يعني ده هيجيب شبكة فضة. تمام. ومش هيكتب قايمة وهيجهزوا مع بعض. طب ليه مش تاني يوم يوديها بيت اهلها ويتجوز واحدة تاني بنفس الطريقة؟ طب هو اصلا الراجل لو ما تعبش في البيت ده وفي المصاريف ده هيحافظ على بيته ازاي؟ سيبكم من الجايمه ده، عشان هو دلوقتي بس الموضوع بقى حساس شويه. تمام. وبيجي يقولوا ايه؟ ان الستات واخده جواز سبوبه ومش عارف ايه، مع ان احنا يعني اي واحده بتتبهدل في المحاكم عشان خاطر تاخد جايمه، بتتبهدل في المحاكم عشان خاطر تاخد نفقه، ويا ريت كمان بتكون نفقه يعني حاجه اصلا تكفي 300 400 جنيه للعيل، 500 جنيه، 1000 جنيه للعيل. ماشي. والله مليون 30 لازمه. تمام. طب دلوقتي بقى يعني بتوع الجواز سبوبة دول، معلش والنبي يا جماعة ملكمش دعوة انتوا. تمام. إيه دلوقتي يعني هو هيجهز بيته. تمام. يجهز بيته وتاخد هي مهرها، ماشي، اللي يتفقوا عليه، ويجيب لها حتة دبلة وحتة خاتم زي ما انا لسه قايلة. تمام. ابسط حقوقه، بس هو كده صارف، هو كده دفع كتير في الجوازة دي، فاللي هو هيحاول ان هو يكون يعني قوام، هيحاول ان هو يكون عقلاني، هيحاول ان هو يتصرف كده بمسؤولية، يتصرف بعقل كده، فاهمين؟ انما لما اكون انا واحد في واحدة جاية مجهزة لي بيتي، تمام، ومش كاتبين قايمة، وجايب لها شبكة فضة 300 جنيه. تمام. طب ايه اللي هيخليه يبقى باقي عليها؟ ماشي، يعني ايه اللي هيخليه يبقى باقي عليها؟ خلينا متفقين ان مفيش واحدة عايزة تخرب بيتها. اي ماشي، في ستات وحشة بس دول بنسبة 5% او 10% من باقي الستات. الست بالذات يعني دايما يا بنات تلاقي الواحدة بتقولك انا رايحة بيت ابويا، انا رايحة بيت اخويا، لكن اول ما تبقى راجعة زي كده مثلا تقول انا راجعة بيتي. ماشي. يعني
مش رايحة بيتي، لا راجعة بيتي، راجعة بيتي اللي هو بيتها، بيت جوزها، بيت جوزها وبيت عيالها. تمام. فما فيش وحدة يا بنات عايزة تخرب بيتها، مستحيل تلاقي وحدة عايزة تخرب بيتها. يعني دايما الرجالة، دايما الخراب بيجي من ناحية الراجل، لان الراجل مش زي الست. ماشي، حتى مع الاطفال، الست تقدر تقعد مع على عيالها وتربيهم، لو لا قدر الله ابوهم حصل له اي حاجه ولا اتطلقت ولا ايا كان، بتقعد مع عيالها وتربيهم عادي. إيه، ما بتدورش على نفسها. انما الراجل لو مراته ماتت بيبقى قاعد في الاربعين بيبص على الستات اللي جايه تعزي، لعل وعسى واحده فيهم تنفع يتجوزها. تمام. يعني حتى الناس اللي قبلنا قالوا ايه؟ قالوا اليتيم يتيم الام مش يتيم الاب. فابسط حقوقها حته دبله حته دبله وحته خاتم، حته دبله بس يا عم، جرام ذهب واحد انت مش قادر تجيبه. طب انت هتفتح بيت ازاي؟ يعني انت هتفتح بيت ازاي؟ تاكل وتشرب وتشيل مسؤوليه ازاي؟ تمام. طب انت لما انت واخدها رخيصه كده، طب انت يعني ماشي، اقلهن مهورا باين اكثرهن بركه ومش عارف ايه الكلام ده. لما كان المهر 100 ناقه، وكان المهر سره من الدنانير ومش عارف ايه. مش قصدي اتريق والله، بس يعني هو فعلا لو انت حسبتوا الحسبه ماشي بين زمان وبين دلوقتي، هتلاقوا المهر كان فعلا كبير كبير. تمام. طب دلوقتي فين المهر يا جماعه؟ فين؟ مفيش مهر. بيمضي على الجايمة على اساس ان هي المهر، ويكتب الذهب في الجايمة على اساس ان الذهب اللي هو بيكتبه في الجايمة ده هو المهر. طب انا ده كده عايزه اعرف بقى مين اتطلقت لا قدر الله، يعني ربنا ما يقدر على حد، واخدت ذهبها واخدت جايمتها على داير مليم. والله العظيم بتتبهدل وبتلف حوالين نفسها، وتلاقي نفسها في الاخر حياتها اتدمرت. معاها عيالها طبعا مفيش، تقدرش تتجوز تاني، لان لو اتجوزت تاني هياخدهم منها، فقلبها هيتحرق على العيال. فمضطرة ان هي لا، جواز تاني، ما خلاص مفيش جواز تاني. تقعد بقى عشان تربي عيالها، تقعد عشان تربي عيالها ومفيش جواز تاني، يبقى هي بقى اللي حياتها ضاعت. فاهمين؟ يعني اللي بيطلع من الموضوع خسران الست، فمش فيش حد عايز يخسر. يلا يا بنات ما تنسونيش كده في اللايك والشير كده، وتابعوني وقولوا لي كده انتوا بتتابعوني من اي مكان كده، وبتشوفوا الفيديو منين. اعملوا لي لايك للفيديو يا بنات لو سمحتوا، فضلا وليس امرا، من باب جبر الخواطر. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، وقولوا لي كده حابين نتكلم في ايه كده، او حابين تعرفوا ايه كده عن عوايدنا هنا في الصعيد. اشوفكم في فيديو تاني، يلا سلام عليكم، ما تنسوش اللايك.